بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بيكم معايا من مطبخي مطبخ طماطم. ويلا بينا نعمل مع بعض إن شاء الله كيكة سهلة جدا جدا وعليها صوص شوكولاتة لذيذ جدا. طريقة سهلة ولذيذة، يا رب تعجبكم. ودي كانت النتيجة معايا. وقبل ما نبدأ كده، يا رب يعجبكم الفيديو إن شاء الله. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة بسرعة بسرعة قبل ما نبدأ مع بعض. لايكات كتير كتير. ويلا بينا نشوف مع بعض الخطوات والمقادير. معايا 1.5 كوب دقيق وعليهم رشة ملح، ومعايا نص كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، و3 معالق كبار كاكاو خام، 3 بيضات وعليهم رشة فانيليا. أول ما نكسر البيض نضيف له الفانيليا على طول. ومعايا طبعا بيكنج باودر. في الخلاط كده هنضيف الزيت والسكر واللبن أو الحليب، وهضيف كمان الكاكاو. وعلى الخلاط على طول خلطناه كده كويس زي ما انتم شايفين، جميل جدا. طبعا هنشيل نص الخليط، والنص التاني هنشوف هنعمل فيه ايه. هنحطه في التلاجة للتزيين في الاخر لما تجهز معايا الكيكة. وهنضيف طبعا في النص التاني ال3 بيضات والفانيليا، وهنخلطهم كويس جدا في الخلاط. معايا بقى المكونات الجافة مع بعض كده 1.5 كوب دقيق وعليهم رشة ملح، وكمان معايا بيكنج باودر او معلقة كبيرة بيكنج باودر. وننخلهم كويس علشان النتيجة معانا تبقى جميلة جدا وهشة. وكمان معايا الخليط اللي ضربناه في الخلاط كويس جدا. بس كده، ونبتدي بقى نقلب كويس الخليط مع بعض. نقلبهم كويس جدا. خلاص، ودي كانت النتيجة. ما شاء الله خليط الكيكة بقى جاهز معايا، والقوام معايا مظبوط جدا. معايا بقى الصينية مدهونة مادة دهنية وعليها رشة من الدقيق او ممكن كاكاو خام زي ما تحبوا. هنضيف لها الخليط بتاع الكيك زي ما انتم شايفين كده بالظبط. عندي بقى الفرن شغال من قبل كده. لازم يا جماعة الفرن يكون سخن، ودرجة الحرارة 180. ونظبط درجة حرارة الفرن، لو درجة حرارة الفرن عالية جدا ممكن نخليها وسط، يعني 170. تمام جدا. هدخل الصينية في الفرن. هنعمل مع بعض كده صوص للتزيين. معايا كريم شانتيه، كريم شانتيه دريم او اي نوع زي ما تحبوا. معلقتين كبار كده وقدهم لبن يكون ساقع. وهربط كده الكيس كويس جدا، اقفله ويكون محكم معايا. وهضربهم كويس جدا زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، حاجة سريعة كده يعني. ويكون جاهز وحضره وبحطه في التلاجة. معايا الكيكة جهزت معايا، بختبرها طبعا بسكينة او بخلة اي حاجة، جاهزة 100 100.
ما شاء الله. وبضيف بقى عليها صوص الشوكولاتة اللي دخلناه في التلاجة وعملناه وحضرناه قبل كده، وافرده كويس كده على الكيك. وطريقة التزيين دي بقى بعد كده براحتكم خالص. ما شاء الله جميلة جدا. وادي الصوص الابيض جاهز معايا، الكريم شانتيه. انا مش عايزاه يكون متماسك او تقيل، انا عايزاه يكون سايل كده علشان اشكل بيه براحتي زي ما انتم شايفين. اعمل خطوط بيضة كده على الصوص الشوكولاتة، وبخلة او سكينة وخلة او سكينة معايا، واشكل بالطريقة اللي تعجبني. تمام جدا، جهزت معايا احلى كيكة بالشوكولاتة. طريقة سهلة ولذيذة والنتيجة هايلة. ان شاء الله يا رب تعجبكم الطريقة دي، جربوها هتعملوها على طول وهتعجبكم جدا وعلى ضمانتي. ونشوف مع بعض من جوه كده عاملة ايه. طبعا بنسيبها في التلاجة مدة ساعتين. ما شاء الله هايلة جدا، وهشة من جوه وطرية وجميلة جدا. ان شاء الله يا رب تعجبكم ويكون عجبكم الفيديو. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة.